عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم متابعيني ومشاهديني على قناتي. اليوم رح نعمل مع بعض تمارين كتير لذيذة وكتير طيبة ومفيدة وفخمة بالتقديم، وإن شاء الله ما بنحتاج كتير وحتى ما بتاخد وقت معنا أبدا. رح أول شي نشوف مع بعض شو محتاجين مكونات. نحتاج لكيلو تمر. أنا هذا التمر نظفته، هذا التمر انا بجيبه بفكفكه عن بعض، بغسله غسله شطفه سريعه وبنضفه من النوى، وبعدين بصير عندي بهذا الشكل. انا ما بجيب التمر اللي بيجي جاهز معجون وجاهز، ما بأمن منه، بحب هاد بايدي بنضفه، أأمن وأنظف وأطيب. كيلو من التمر منزوع النوى، كاسة حليب بودرة. هلا هاي الكاسة الحليب البودرة رح احمصها فقط، بس الحليب رح احطه بطواي واحمصه تحميص فقط، يعني ما رح احط معه ابدا زيوت او زبدة او شيء ابدا، بس رح احمص الحليب البودرة. عندي كاسة بسكويت مطحون، اي نوع بسكويت انتي بتفضليه، بسكويت سادة طحنته على الناعم، هذا النوع انا اللي استخدمته، نوع البسكويت السادة. عندي 4 معالق سميد، 100 جرام زبدة طرية، ممكن تستخدمي 4 معالق كبار زبدة، علبة قشطة، أي نوع قشطة أنت بتفضليها بتستخدميها، شوية قرفة. هلا هدول مكوناتنا فقط لعجينة التمرية. أما للتغطية حبات التمر، عنا بسكويت سادة مطحون، وسمسم محمص، بسكويت اوريو كمان انا طحنته، هذا البسكويت الاوريو انا بفكه بقلبه فيه كريمه، انا الكريمه بشيلها وبخلي بس البسكويت وبطحنه على الناعم. اذا حبيتوا تضيفوا فستق حلبي، جوز الهند. هلا هدول اذا تواجدوا بنزين فيهم، ما تواجدوا فقط ممكن بجوز الهند او بالبسكويت او اي شيء انتوا بتحبوه وتفضلوا. هلا رح نشوف مع بعض طريقة التحضير. انا رح احطها بالميكروويف تقريبا شي دقيقة لحتى تسيح عندي وتسخن شوي. اما اللي ما عندها ميكروويف ممكن تسيحها على النار عادي باي طنجرة او اي شيء تسيحها. وهلا رح نحمص مع بعض الحليب البودرة. مثل ما قلنا نحن بدنا نحط الحليب البودرة بالطواي، ما نحط شي عليها ابدا، ونحمصه لحتى يعطينا لون فاتح ذهبي.